وبتنشف وتفقد رطوبتها خالص. 90% من الناس بيغلطوا غلطات هم بيعملوا الغريبه، تطلع معاهم مش مظبوطه مشققه ناشفه. كل الكلام ده بقى هنتلاشاه واقول لك كل الاسرار عشان تعملي احلى غريبه، غريبه الهانم. مش بس كده، ده احنا هنعملها النهارده ب3 نكهات، العاديه وشوكولاته وبيستاشيو كمان. يلا بينا على المقادير وطريقه التحضير. اول خطوه معانا السمنه، والسمنه لازم تكون ساقعه يعني من التلاجة. هنبتدي نحطها يلا علشان نضربها كويس. من المهم جدا نوعيه السمنه اللي هتستخدميها في الغريبه لانها بتفرق قوي قوي في الطعم. هنضرب السمنه حوالي دقيقه كده لوحدها. حطيت مضرب السلك بتاع عجان سكاني، ويلا نشغل بقى. عجان سكاني مميز جدا جدا، قوي بيتحمل وكميات كبيره كمان، والميزه كمان ان هو ثابت في مكانه وما بيتحركش. دايما ننزل كده الجوانب علشان كل السمنه تاخد نفس الخفق بالظبط، ما يبقاش شويه مخفوقين وشويه لا. هنزلهم وهضربهم تاني. دلوقتي خلاص ضربنا السمنه، جه ميعاد السكر، والسكر لازم يكون سكر بودر، تمام. والسكر البودر لازم يتنخل كويس جدا، لان لو في اي تكتلات بتبوظ لك خالص الغريبه بتاعتك. يلا بينا يا رحمه، حطي لي السكر. يلا كله، وننخله كويس جدا جدا. نرجع بقى تاني نضربهم كويس قوي لغايه ما الخليط يبقى ابيض وكريمي. زي ما انتم شايفين كده القوام كريمي جدا. هضيف كمان فانيليا معلقه صغيره واكمل. حلو قوي كده. اجمالي وقت الخفق حوالي 4-5 دقايق، تمام. ماما دي ريحتها تحفه، ايه رايك؟ خطيره. قوام كده شايفين كريمي ازاي وناعم ازاي، هو ده المطلوب. دلوقتي يلا بينا بقى علشان ننخل الدقيق، ولازم الدقيق يتنخل كويس جدا جدا. هنحط دقيق واحده واحده صح؟ هنحط الدقيق وهنسيب منه شويه. يلا فضي كده وسيبي حوالي نص كوبايه، هنشوف هنحتاجها ولا لا. ده دقيق مخصص للكحك والبسكوت علشان يدينا نتيجه كويسه، بس هنخلي دول بقى احتياطي معانا. هنضيف كمان ذره ملح عشان تظبط لنا الطعم، يا دوبك ما بين صوابعك، حاجه بسيطه جدا. ويلا بينا بقى نجمع العجينه بايدينا ومش كتير كده. شايفين العجينه بقت تحفه. طب امتى اعرف ان هي خلاص اتعجنت؟ لما تلاقيها سهله التشكيل. يعني ايه؟ يعني مش بتلزق في ايدك، يعني بصي تتكور بكل سهوله بالشكل ده. انا عجنت العجينه وما احتاجتش كوبايه الدقيق اللي انا كنت شلتها، انا عايرتها لقيتها كوبايه دقيق فانا ما احتاجتهاش. طبعا ده بيفرق من دقيق للتاني. اهم حاجه قوام العجينه زي ما شفتوا كده متماسك، تعرفي تشكليها بكل سهوله وفي نفس الوقت طريه. دلوقتي بقى عايزين نعمل نكهات. نعمل غريبه بالبيستاشيو وغريبه كمان بالشوكولاته، ايه رايكم؟ تعالوا بقى. بصوا هناخد مثلا جزء كده، ده عايزه اعمله بالشوكولاته هحطه في طبق، وده عايزه اعمله بالبيستاشيو برضو هحط جزء من العجينه في طبق تاني. ودي بقى التقليديه بتاعتنا هحطها في التلاجة علشان تتماسك كده على بال ما اخلص الاتنين التانيين. هتبقى احطها في التلاجة. يلا نحط هنا ربع كوبايه من الكاكاو الخام، وهضيف معلقه سمنه علشان تظبط لي القوام، وهقلبهم مع بعض كويس. حطينا السمنه علشان لو حطينا الكاكاو بس، اللي بالكاكاو او اللي بالشوكولاته تبقى ناشفه عن التانية، فعشان نوازن وتطلع معانا مظبوطه جدا حطينا معلقه من السمنه عشان تظبط معانا القوام وتطلع برده ناعمه وخطيره. كده خلاص بقت جاهزه معانا. هنحطها بقى في التلاجة علشان تمسك نفسها كده ونشكلها. هنا بقى البيستاشيو المطحون او الفستق المطحون، بصوا ده شكله اهو. هحطه، مش هضيف بقى هنا سمنه لان الفستق اصلا فيه زيوت. فتعالوا نقلب بقى كده المكونات مع بعض. تحفه يا ماما، خطيره. ايه رايك؟ ريحتها اصلا تجنن. ايوه. شايفين القوام يا جماعه؟ هو ده اللي احنا عايزينه. برضه هنحطها في التلاجة علشان ترتاح، ودي خطوه مهمه جدا جدا في الغريبه، انك تريحي العجينه. يلا خدي غطيها وريحيها. الله، ده نفسي ارتاح زي العجينه كده. والله كلنا يا رحمه. طلعناها من التلاجة بعد نص ساعه بعد ما ارتاحت يا رحمه. ايوه. حضرنا الصاج اللي بنشتغل فيه وما بندهنهوش اي حاجه خالص. كمان شغلنا الفرن على درجه حراره 150 بس، وما تقلقوش هي لازم درجه الحراره تبقى قليله جدا. يلا بينا نشكل. يلا بينا. هناخد جزء كده صغير
وبالراحه خالص بالشكل ده هنكورها ونخليها عاليه لفوق شويه كده بقى. بصوا ناعمه ازاي، بجد خطيره. وزنها حوالي 10 جرام. هنبتدي بقى نرصها في الصاج. ايه الحلاوه دي، تحفه. يلا رصي بقى. اهم حاجه وانتي بترصي في الصاج سيبي مسافات علشان لما بتنفش شويه ما يلزقوش في بعض. الله الله الله، مظبوطه. خلاص بقى الايد بقت ميزان. لو عايزين تحطوا اي مكسرات على الوش فبنحطها اول ما نشكل على طول، ما تستنيش وما تغرزيهاش لجوه قوي علشان ما تشققهاش معاكي. بصوا بالشكل ده. الفرن سخن خلاص على درجة حرارة 150 ويلا بينا بقى ندخل الصينية بتاعتنا على الرف الوسطاني ونشكل بقى الفستق كمان. شايفين يا جماعة تحفة. الريحة بتاعت العجينة خطيرة. بصوا ناعمة ازاي، تحفة تحفة تحفة. رص برضو على أبعاد. أيوة برافو عليكي يا رحمة. ودي عجينة الشوكولاتة كمان بعد ما ارتاحت بقت تحفة ازاي، خطيرة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا شققت ولا اي حاجه. تحفه تحفه تحفه، خطيره يا جماعه، خطيره. بصوا بقى يا جماعه، ولا لونت تمام ولا غابت في الفرن. هي ربع ساعه على درجه حراره 150 وبس. ليه؟ لان الغريبه كل ما بتطولي عليها في الفرن بتشقق وبتنشف وتفقد رطوبتها خالص، فعلشان كده لازم على درجه حراره 150 لمده ربع ساعه، مش اكتر من كده، وما بتلونش. تحفه. سيبنا الغريبه بردت تماما عشان نقدر ننقلها من مكانها، لانها لو سخنه هتلزق في ايديكي ومش هتطلع بكل سهوله. يلا ننقلها. يلا بصوا التسويه يا جماعه، شايفين؟ خطيره، تحفه جدا. بصوا بقى متلزقش في الايد ازاي، مش مبصمه. خطيره 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 يا جماعه، وناعمه نعومه، مش مشققه. عالجنا كل العيوب اللي بتبقى فيها. ما شاء الله بجد خطيره. شايفين يا جماعه؟ خطيره. بصوا هشه ازاي، شايفين؟ بجد وهميه، هشه ونفشه، مش مكتومه. لا بصوا مفرغه ازاي من جوه، دايبه وخطيره خطيره خطيره. كده قلنا كل الاسرار. جربوا يلا الوصفه وقولوا لي رايكم ايه. هستنى رايكم في التعليقات وهستنى التطبيقات دي اهم حاجه. اشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين.